شوفوا نحلتنا الصغيرة بتطير بين الزهور في يوم مشمس تدور على أحلى زهرة فيها رحيق لذيذ. وقفت النحلة على الزهرة ومدت لسانها الطويل تشرب الرحيق الذهبي وتخزنه في بطنها. بعد ما جمعت الرحيق طارت النحلة بسرعة ترجع بيتها خلية النحل. في الخلية النحلات بيساعدوا بعض، بينقلوا الرحيق من نحلة للتانية عشان يبدأ يتحول لعسل. النحل بيرفرف بجناحاته بسرعة عشان يخلي العسل سميك وجاهز للتخزين. شوفوا النحلات بيحطوا العسل في بيوت الشمع الصغيرة اللي على شكل سداسيات. ولما الخلية تتمالي النحل بيقفلها بالشمع عشان يحافظ على العسل النقي. ها هو العسل، لونه ذهبي وجميل وريحة حلوة بتملى الخلية كلها. النحل مش بس بيعمل عسل، ده كمان بيساعد الزهور تكبر ويخلي الطبيعة حلوة. العسل مفيد لجسمنا، بيدينا طاقة وبيحمينا من الأمراض، وطعمه لذيذ جداً. اشترك لتتعلم معنا.